أصدقائنا المحترمين، مساء الخير. والفيديو ده فيه منتهى الأهمية وفي كلام اقتصادي خطير مش هتسمعه في أي من وسائل الإعلام، وهكلمكم فيه عن حجم الكارثة اللي بيواجهها العالم حاليا واللي أدت لهذا الارتفاع التاريخي للذهب، وهشرح لكم تفاصيل مهمة أعتقد أنها تهم حضراتكم جدا. وفي آخر الفيديو في اختصار مهم جدا للأحداث ومعلومات تتعلق بأسعار الذهب الفترة المقبلة. ويلا بينا بسم الله نبدأ. ما خبيش عليكم، في كارثة اقتصادية بتحصل دلوقتي ببطء شديد وهتغير شكل النظام المالي العالمي كله، ومحدش بيحكي عنها في الإعلام الرسمي تماما. والدليل على الكارثة دي ظاهر قدام عينيكم دلوقتي وحضراتكم مش واخدين بالكم منه، ألا وهو سعر الذهب. الذهب بقاله أسبوعين أو أكتر متواصل تقريبا عمال يغلي بشكل غير مسبوق، وأسعاره دلوقتي تخطت ال 4300 دولار للأونصة الواحدة، والسعر ده كسر كل الأرقام القياسية المسجلة في التاريخ. وفي وسط الزيادة المخيفة دي الإعلام الرسمي التقليدي كله بيتكلم عن التضخم، والمؤثرين وبتوع الاقتصاد بيكلموك عن سعر البنزين اللي زاد ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولكن للأسف محدش بيحكي لك الكارثة الحقيقية المستخبية ورا كل ده. كارثة بتتكون دلوقتي ببطء خلف كواليس الحكومات والبنوك المركزية، وقريب جدا هتبدأ أثارها تبان للعامة من الناس، وساعتها كل شيء احنا نعرفه دلوقتي عن النظام المالي العالمي هيتغير للأبد. حد هيسألني يعني ايه الكلام المعقد ده؟ أنا هوضح لك يا صديقي، تعال بقى أشرح لك الموضوع من البداية كده بهدوء وبالراحة، وخلي بالك إن الموضوع ده مهم جدا ويمكن يكون واحد من أهم الفيديوهات اللي عملتها تقريبا، فياريت تركزوا معايا وجهز كده فنجان قهوة رايق في إيدك عشان القصة دي هتخلي لمبات كتير في دماغك هتنور. شوفوا يا سادة، القصة اللي انت شايفها بتحصل قدامك دلوقتي دي ما بدأتش النهاردة ولا امبارح ولا من سنة ولا من حتى 10 سنين، لأن البداية الحقيقية لمعظم اللي انت شايفه بيحصل حواليك دلوقتي ده بيرجع لسنة 98. وقتها كان في صندوق استثماري ضخم اسمه LTCM أو Long Term Capital Management، والصندوق ده بيقوده مجموعة من عباقرة الاقتصاد الحائزين على جوائز نوبل، وبيعملوا حاجة عبقرية خلتهم أساطير في عالم المال في وول ستريت. طيب كانوا بيعملوا إيه العباقرة الاقتصاديين دول؟ باختصار كانوا بيراهنوا في البورصات العالمية بمبالغ ضخمة على الفروق الصغيرة اللي بتحصل في أسعار الفايدة في الأسواق، ومن خلال رأس مال صغير كانوا بيحققوا أرباح ضخمة جدا، لدرجة إن حجم مراهناتهم حسب تقارير اقتصادية كان واصل لتريليون دولار، وده رقم مرعب ساعتها. بس في وسط النجاح ده محدش فيهم كان متخيل الكارثة اللي جاية، لأن الصندوق اللي أنشأوه سنة 98 كان مراهن بمبالغ ضخمة على إن فروق العائد بين السندات الأمريكية والحكومية وغيرها هتقل. بس اللي حصل في شهر أغسطس من نفس السنة لسنة 98 كان العكس تماما. ليه؟ لأن روسيا ساعتها يا أفاضل دخلت في أزمة اقتصادية كبيرة اضطرت معاها أنها تتخلف عن سداد ديونها الحكومية، وخفضت قيمة عملتها بشكل كبير، وده تسبب في حالة هلع عالمية خلت المستثمرين يجروا ناحية الأصول الآمنة زي سندات الخزانة الأمريكية اللي قيمتها زادت واتضاعفت أكتر بكتير. وبكده بدل ما يكسبوا من الرهانات بتاعتهم حصل العكس وبدأوا يخسروا عشرات المليارات. والمشكلة بقى ان الصندوق ده كان مرتبط بعقود استثمارية مع اغلب البنوك العالمية الكبرى، وسقوطه بالشكل ده كان ممكن يجر وراء اكبر مؤسسات مالية في امريكا واوروبا ويوقع النظام المالي الامريكي كله. وعشان كده البنك الفيدرالي الامريكي اتدخل فورا وجمع 14 مؤسسة مالية من اكبر البنوك في العالم، واتفق معاهم على خطة انقاذ خاصة للصندوق بقيمة 400 مليار دولار. والهدف من التدخل ده ما كانش إنقاذ الصندوق في حد ذاته، بل إنقاذ النظام المالي العالمي من سلسلة انهيارات متتابعة كانت ممكن توقع اقتصاد العالم كله. وبالفعل الإنقاذ ده وقتها نجح في الأسواق،
والأسواق تجنبت الانفجار. لكن اللي محدش كان واخد باله منه هو ان الأزمة دي كانت عبارة عن قنبلة موقوتة، والقنبلة دي ما اختفتش بل اتحركت من الكيان الصغير اللي هو صندوق ال LTCM اللي كلمتكم عنه في أول الفيديو، وراحت لكيان أكبر بكتير اللي هو البنوك العالمية اللي اتحملت هي الخسائر والديون ووفرت السيولة اللازمة لإنقاذ الوضع. تمام لحد كده؟ اوعى حد يتوه مني، لان كل اللي بحكي لكم عليه ده كان سنة 98. طيب تمر بقى 10 سنين كمان لحد ما ندخل على واحدة من أعنف الأزمات المالية في العصر الحديث، أزمة الرهن العقاري في أمريكا سنة 2008. أعتقد كلكم فاكرينها، واللي كانت عبارة عن بنوك ضخمة في أمريكا كان بقالها سنين بتوزع قروض عقارية على أي شخص بدون ضوابط ولا رقابة حقيقية وبفوائد منخفضة جدا. وبسبب سهولة الحصول على القروض دي وقتها حصل طلب كبير جدا عليها من الناس اللي كانت عايزة تشتري بيوت وعقارات، وده بالتالي خلى أسعار العقارات هي كمان تزيد بشكل رهيب بسبب زيادة الطلب عليها، وتسبب في فقاعة عقارية ضخمة. والبنوك بقى ساعتها كانت بتجمع القروض العقارية بتاعتها دي في صورة أوراق مالية وسندات وبتبيعها للمؤسسات المالية حول العالم، والكل تقريبا كان بيشتري من السندات دي، بداية من الصناديق السيادية للدول ولحد بنوك الاستثمار وشركات التأمين. يعني اقتصاد العالم كله تقريبا كان متعلق باللي بيحصل في أمريكا، وده حرفيا أو بمعنى أصح دي كانت بداية الكارثة. ناس كتير قوي من اللي كانوا واخدين قروض دي ساعتها عشان يشتروا بيها بيوت بدأوا يتخلفوا عن سداد أقساطها، واضطرت البنوك إنها تتدخل وتأخذ البيوت منهم وتعرضها للبيع. حد من حضراتكم هيسألني طب ايه اللي حصل بعد كده؟ هقول لك الله ينور عليك، هي دي الأسئلة التمام والأسئلة العظمة. اللي حصل يا صديقي ان المعروض من العقارات فجأة زاد تاني بشكل كبير جدا وبسرعة مخيفة، وده أدى لانخفاض الأسعار بشكل مفاجئ ودمر قيمة الأصول والأوراق المالية اللي كانت البنوك السيادية والمؤسسات المالية العالمية مستثمرة فيها. وأول ما ده حصل الدنيا كلها باظت، وحصلت أزمة مرعبة قلبت العالم كله رأسا على عقب. عندك مثلا بنك ليمان براذرز اللي هو كان واحد من أكبر البنوك في وول ستريت، أعلن إفلاسه في سبتمبر 2008، وكان سقوطه أو السقوط بتاعه ده كان بمثابة أول دومينو. عارفين الدومنة؟ لأن انهيار البنك ده جر معاه سلسلة من الانهيارات في النظام المالي الأمريكي والعالمي، خلت الأسهم في البورصة كلها تنهار بالتوازي مع بعض، والبنوك تتجمد والسيولة المالية كلها تتبخر في الأسواق، وده أدى لكارثة اقتصادية كبيرة حصلت في خلال أيام كان ممكن تؤدي لتدمير الاقتصاد العالمي كله في خلال أسبوعين 3 بالكتير. والمشكلة بقى المرة دي إن الكارثة مش جاية من صندوق استثماري زي قبل كده، لا، القنبلة المرة دي انفجرت جوه البنوك نفسها. وبالتالي كان مين اللي لازم يتدخل عشان ينقذ البنوك دي؟ برافو عليك يا اللي قلت الإدارة الأمريكية، لأن بالضبط كده زي ما انت قلت إن الحكومة الأمريكية اتدخلت فورا، والحكومة الأمريكية وقتها أقرت برامج إنقاذ مالية قيمتها مئات المليارات من الدولارات. والبنك الفيدرالي الأمريكي عشان يغطي كل البرامج دي اضطر يدفع فلوس كتير جدا عشان ينقذ النظام المالي من الانهيار الكامل. وبالفعل البنوك نجحت، لكن الثمن كان باهظا جدا. ولكن للأسف القنبلة الموقوتة المرة دي خرجت من إيد البنوك واستقرت في يد الحكومات، والفلوس اللي طبعوها دي كلها أثرت على جيوب المواطنين وتسببت في تضخم وزيادة كبيرة في الديون الأمريكية وصلت لما يقرب ل 2 تريليون دولار. ومن ساعتها بقى الدنيا فضلت ماشية بالمسكنات، والديون عمالة تزيد لحد ما وصلنا للمصيبة الكبيرة وهي جائحة الكورونا سنة 2020، واللي تسببت في حظر السفر والإغلاق وسياسات التباعد الاجتماعي اللي حصلت وقت انتشار الكوفيد 19. وساعتها التجارة العالمية وقتها وقفت بالكامل أو توقفت تماما، والمصانع اتقفلت وملايين الناس فقدوا شغلهم في شهور، والاقتصاد كله اتجمد. وعشان كده الحكومات العالمية ما كانش قدامها غير حل واحد فقط، ألا وهو طباعة الفلوس. والبنك الفيدرالي الأمريكي ساعتها طبع كمية كبيرة جدا تقدر بتريليونات الدولارات الجديدة،
وضخها في السوق لدرجة إن في إحصائية بتقول إن حوالي 80% من الدولارات الموجودة دلوقتي اتطبعت بعد 2020. ومش أمريكا بس اللي عملت كده، حكومات أوروبا كمان عملت نفس التصرف، ومعها اليابان والصين وغيرهم كتير من الحكومات اللي فتحوا الحنفية على الآخر في طباعة الفلوس عشان ينقذوا النظام العالمي. الكل استدان عشان يشتري وقت، وحكومات العالم ساعتها افتكروا ان الازمه اتحلت، لكن الحقيقه انها ما اتحلتش بل اتحولت للقنبله الموقوته الجديده اللي بنعيشها حاليا. بس المره دي بقى القنبله اكبر من اي شيء جه قبل كده ومفيش منها مهرب. ليه؟ عشان في سنة 98 القنبلة كانت في صندوق استثماري والبنوك أنقذت العالم منه، وفي سنة 2008 القنبلة كانت في البنوك والحكومات هي اللي أنقذت العالم. بس في 2020 بقى القنبلة بقت في إيد الحكومات نفسها، ومفيش خلاص حاجة أعلى من الحكومات عشان تنقذ الموقف، لأن كده إحنا حرفيا عايزين معجزة. لعلمكم ركزوا معايا في الأرقام دي، أمريكا النهاردة عليها أكتر من 35 تريليون دولار دين عام، والدراسات بتقول إن الدين ده بيزيد بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم، ومدفوعات الفايدة السنوية على الدين بقت أعلى من ميزانية الدفاع للجيش الأمريكي نفسه. واليابان اللي هي أكبر مستثمر في السندات الأمريكية في العالم، ديونها دلوقتي بقت أكتر من ضعف ناتجها المحلي ووصلت ل 250%. أوروبا هي كمان غرقانة في عجز مالي ما حصلش من أيام الحرب العالمية الثانية، وحتى الصين نفسها بدأت تواجه أزمات لدرجة إنها ما بقتش بتدي قروض للدول النامية زي ما كانت بتعمل في الأول. وحسب تقارير لفاينانشال تايمز فهي بدأت دلوقتي تقلل الإقراض بشكل كبير عشان تسيطر على اقتصادها المتدهور. فلما الدول الكبيرة دي توصل للحالة دي، يبقى مين بقى اللي هينقذ الحكومات نفسها؟ سؤال مهم قوي. الإجابة مفيش حد يقدر ينقذ الحكومات العالمية في الورطة اللي هم فيها دلوقتي، وهو ده السبب الحقيقي وراء الطفرة المرعبة في أسعار الذهب اللي حاصلة حاليا. لأن تاريخيا لو بصيت على مقياس الذهب قبل أي وقت حصلت فيه أزمة عالمية، هتلاقي دايما إنه بيزيد قبل الكارثة ما تحصل بشوية، وده اللي حصل في التسعينات وحصل في 2008 وفي 2020، وهو نفسه اللي بيحصل دلوقتي، واللي خلى الذهب حاليا يكسر حاجز ال 4300 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ البشري من ساعة بداية وجود الإنسان على الأرض. أحب أقول لكم إن الآن يا سادة كل البنوك المركزية في العالم دلوقتي بتشتري ذهب بكميات كبيرة جدا، لأنهم عارفين إن النظام المالي العالمي على وشك الانهيار، وإن السندات الأمريكية والدولار خلاص ما بقوش أصول آمنة ينفع يتم الاعتماد عليها زي قبل كده. وفي وسط كل دول البنك المركزي الصيني اللي هو وحش البنوك ويعتبر حاليا أكبر جهة في العالم كله بتشتري ذهب، لدرجة أنه زود احتياطه بأكتر من 333 طن في الربع الأخير من 2024 بزيادة 54% مقارنة بالسنة اللي قبلها. طيب حد منكم هيسألني ليه الصين بتعمل كده؟ الإجابة يا صديقي إن الصين بتعمل كده عشان حرب التجارة اللي حاصلة دلوقتي بين أكبر اقتصادين في العالم اللي هم أمريكا والصين. هنكتفي بهذا القدر وكفاية لحد هنا عشان الفيديو ده طول قوي، وباقي التفاصيل كلها هحكيها لك إن شاء الله في فيديو لاحق غدا بإذن الله عشان تفهموا الدنيا رايحة على فين، وإيه علاقة حرب أمريكا والصين التجارية باللي بيحصل في سعر الذهب حاليا. حد من حضراتكم هيقول لي أنا تهت منك لأن الفيديو طويل جدا، وقول لنا الخلاصة في كلمتين اتنين. عينيا الاتنين حاضر. الخلاصة يا أصدقائي لو تهت مني في الفيديو إن النظام المالي العالمي بيمر حاليا بلحظة تصحيح خطيرة، والحكومات والبنوك اللي كانت بتنتقد النظام المالي حاليا أصبحت هي اللي بتستدين ومحتاجة إنقاذ، ومفيش حد قادر ينقذها، وده تسبب في رفع أسعار الذهب بشكل مرعب. ولو ضفت على ده الحرب التجارية بين أمريكا والصين وفقدان الثقة أو فقدان ثقة العالم في الدولار، هتلاقي إن الذهب هيزيد أكتر وهيتجاوز ال 5000 دولار وربما 6000 دولار للأونصة الواحدة قريب جدا. وتأثير ده اقتصاديا على كل دول العالم هيكون صعب للغاية. وإن شاء الله هنزل لكم فيديو تاني عشان أسعار البنزين في مصر. أنا عارف الموضوع ده شاغل بالكم جدا، وصدقوني أقسم لكم بالله إن كلنا متأثرين ماديا بسبب اللي بيحصل، ولكنها إجراءات لا بد منها. ولو وصلت لهنا ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويعرف إيه اللي بيدور في اقتصاد العالم حاليا. وطبعا كل التحية لحضراتكم، تحية مصر.